ناس كتير بتسألني بتقول لي انت عملت ايه في الجمح يا هندسة من صفار تام لخضار تام. احنا عرضنا مشكلة او فيديو امبارح على الصفحة عندنا، وضحنا فيه تجربة عملية من على ارض كان فيها صفار تام. عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده بالسريع هنعرضه لكم اهوت بالسريع نسرعه عشان ما ناخدش وقت. شوفوا اتفرج على الفيديو ونرجع تاني. تمام يا شباب، فانا النهارده هوضح لك في الفيديو ده احنا اشتغلنا ازاي وعالجنا المشكله دي ازاي، علشان لو انت عندك نفس المشكله تلحق محصولك قبل ما يضيع منك. تمام. مشكله الاصفرار في القمح ده ليه سببين، يا صدمه ميه يا صدمه حشائش. لو صدمه ميه بنزود شويه، مثلا بنشتغل جرعه فطري ثم مغذي في مغذي. لو صدمه حشائش رشه مغذي في الثانيه هنظبط الدنيا خالص. انا مش هزود لك حاجه ولا هقول لك انا رشيت كذا وهنعمل كذا، انا هقول لك بالظبط اشتغلت. الراجل اللي كان معانا ده كان عنده صدمه ري، يعني كان روى ودي مطر بعد ري، فالنهارده حصل تشبع بالميه فشرب الميه كتير فحصل اصفرار في اوراق القمح. فهنقول لك هو رشنا ايه وبدانا بايه، رشه اولى رشه ثانيه رشه ثالثه، وضحهم لك بالترتيب كده علشان تاخد المعلومه كامله وتطبقها عندك مشكله. لو انت عندك صدمه حشائش لا اشتغل مغذيات بس بلاش فطر. تمام. قلت لك هو كان عنده صدمه ري، يعني ميه زياده حصل تشبع بالميه، فاشتغلت معاه اول رشه اعطيته نص لتر، ده كجرعه فدان، بتكلم معاه كجرعه فدان، نص لتر جريكونات نحاس تمام اللي هو كوبر هارف مع 250 جرام استولاريم اللي هو فوستيل الومنيوم. دي الرشه الاولى. تمام. رشينا الرشه ديت وبعدها بثلاث ايام ولا اربع ايام هنرش الرشه الثانيه اللي هي نص لتر طحالب الجافينه تمام مع نص كيلو ماكس بي ده فوسفور 50% و32% بوتاسيوم تمام مع تذكره فيلر اللي هي سيتوكاينين 6%. تمام. دي الرشه اللي هي الثانيه، وضفنا معاها ربع كيلو زنك مخلبي تمام، وضفنا معاها ربع كيلو حديد مخلبي ايرو برو. تمام. يبقى ربع حديد مع ربع زنك مع نص لتر طحالب الجافينه مع نص كيلو ماكس بي بوتاسيوم فوسفور. تمام. بوتاسيوم فوسفور مع اللهم صل على النبي اللي هي الفيلر. دي الرشه الثانيه. تمام. بعدها بحوالي 5-6 ايام نزلنا بالرشه الثالثه اللي هي يا باشا دي. الرشه الثالثه يا باشا اللي هي 200 سم انفيجو. تمام. ده حمض برولين حاجه محترمه جدا. محمد احمد كربوكسيليه سكريات كحوليه داخل عناصر صغرى. ضفنا معاه التذكره الجميله ديت اللي هي التيك تو اس، ده سيتوكينين واكسينات وفيتامينات، معاهم نص كيلو فولفيك. الهالفيك ده حاجه محترمه جدا، داخله فولفات بوتاسيوم وفولفات بوتاسيوم وفولفيك اسيد، وداخله احماض امينيه، وداخله عناصر صغرى، داخله نيتروجين. فولفيك محترم جدا جدا جدا. تمام. اسمه هالفيك شركه هارفست، حاجه محترمه. نص كيلو فولفيك مع 200 سم انفيجو مع تذكره اللي هي التيك تو اس دهيت. بسم الله ما شاء الله كانت نتائج ممتازه جدا زي ما شفت قدامك كده بعينك على الفيديو اللي فات. ما شاء الله نتائج مبهره. تمام. اشتغلت 3 رشات. لو انت عندك صدمه حشائش بتشتغل جرعتين، واحده مغذي في مغذي، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وحاجه حلوه خالص. انا قلت اوضح لكم تجربه عمليا عشان احنا نقول انت اشتغلت بايه او اشتغلت بايه او عملت ايه. ده اللي والله اللي احنا اشتغلنا بيه، ما زودنا عليكم اي حاجه ولا اشتغلنا باي حاجه غير كده بفضل الله وتوفيق من ربنا طبعا. فلو انت عندك اي استفسار او اي مشكله اكتب لنا في التعليقات بنرد عليكم ان شاء الله. سلام عليكم.